بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا والكريم شانتيه. بما اننا بقى في موسم المانجا نستغل بقى المانجا بتاعتنا ونعمل بيها الوصفات زي ما عملت لكم قبل كده. كيكة المانجا الشقية هتظهر معاكي في حرف الاي فوق، وهسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ودلوقتي انت عايزاني اقول لك انا عملتها ازاي؟ ما انا هقول لك عملتها ازاي، بس قبل ما اقول لك، لو ما اشتركتيش انزلي اشتركي لي في القناه وفعلي زر الجرس واعملي لي لايك حلو وكومنت يفرحني، وتعالي بسرعه يلا اقول لك اتعملت ازاي. نبدا بسم الله. انا معايا نص كيلو كنافه، هقطعه كده كويس وافرطه من بعض وافرده بقى على صينيه على صاج بالطريقه دي كده. ومعايا كوبايه ونص سمنه سايحه. انا بعمل بسمنه بلدي لان الحلويات طبعا بتعشق السمنه البلدي، بس السمنه اللي انت حابه تتعاملي بيها اتعاملي بيها، اهم حاجه تكون سمنه سايحه. هرشرش كده السمنه بتاعتي على الكنافه، اشرب الكنافه كلها من السمنه، تكون سمنه سايحه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. خليكي معايا لاخر الفيديو هتعرفي الطريقه وهتاكلي احلى كنافه بالمانجا والكريم شانتيه. دلوقتي هنقلبها كده مع بعض علشان تتشرب كويس من السمنه، وارجع افردها تاني وهسقي بقيه السمنه زي ما قلت لك كوبايه ونص. هسقي كده بقيه السمنه دي، لسه انا في اول كوبايه، هسقيها كلها كده بالطريقه دي. وادي النص التاني انا مسيحه السمنه وهعمل بيها زي ما قلت لك. ادي كده النص التاني شربته برضو للكنافه بتاعتي، وهقلبها تاني علشان برضو تبقى كل جزء في الكنافه متشرب كويس من السمنه. في الوقت ده انا مولعه الفرن بتاعي سايباه يسخن علشان هدخل فيه الكنافه تاخد لون حلو بس، وافضل اقلب فيها كل شويه وهي في الفرن. يعني مش هدخلها في الفرن وخلاص، لا، كل شويه هقلب فيها عشان تاخد لون حلو معايا. هدخلها الفرن، وعقبال ما تتحمر في الفرن هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. معايا كوبايه لبن متلجه ونص كوباية مية متلجة. حابة تحطي كله لبن حطي كله لبن، حابة تحطي كله مية حطي كله مية. ومعايا كوباية كريم شانتيه خام، علشان ده خام أنا بحط معيار المية اللي ينفع معايا يبقى كويس. ونص كوباية سكر بودر. لو انت جايبة بواكب يبقى مكتوب عليه المعيار بتاع المية أو اللبن والمعيار، وما بتحطيش سكر لأن الكريم شانتيه البواكب بيبقى فيه سكر. ده عشان خام أنا بحط نص كوباية سكر بودر. وهنضربه كده لما يوصل للقوام اللي متفقين عليه، قوام الكريم شانتيه الصح اللي بعد ما يتخن يديكي المنقار. لقيتيه خفيف معاكي زودي شوية كريم شانتيه واضربيه لغاية لما يدي معاكي المنقار اللي انت شايفاه ده كده. الكنافة بتاعتي احمرت اهي، طلعتها من الفرن وحطيتها في حلة او في طبق او في اي حاجة. وده الشربات زي ما قلت لك قبل كده، الشربات كوبايتين مية كوبايتين سكر عصرة ليمونة، وهحطهم على النار. وبعد الغليان اعد تلت ساعة، بعد الغليان 20 دقيقة علشان يديني شربات قوامه وسط، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. هسقي الكنافة بتاعتي بالشربات بكمية حلوة، يعني حتى لو زادت معايا مش مشكلة لأن كده كده هصفيها بعد كده. هجيب مصفى معايا اهي وهفضي فيها الكنافة بتاعتي عشان تصفي. بصي الشربات زيادة ازاي نزل ازاي، هتصفي بقى معايا شربات الزيادة ده كله. هي كده شربت الشربات اللي يكفيها والباقي هتصفيه معايا.
كده الكنافة اهي صفت الشربات خالص وبقت ناشفة اهي زي ما احنا شايفين، شربت الشربات اللي يكفي والباقي نزلته وبقت ناشفة معايا. هجيب بقى، عايزة تحطي في صينية، عايزة تحطي في كاسات، عايزة تحطي في اطباق، عايزة تحطي في بولات، براحتك. هنحط كده طبقة من الكنافة، وهحط في الطبق برضو، انا هعمل كاسات وهعمل اطباق. ممكن تعمليها في صينية وتقطعيها كده زي قطعة الجاتو وتدي كل واحد قطعة، بس أنا حبيت أعملها في كاسات وفي طباق على أساس يبقى كل واحد الطبق بتاعه وخلاص. وهجيب الكريم شانتيه بتاعي وأحطه كده في كيس حلواني وأوزعه عشان بس يبقى سهل التوزيع معايا بالطريقة دي كده. ممكن عادي تحطي بالمعلقة مفيش مشكلة، بس أنا قلت عشان يبقى سهل التوزيع معايا يعني. وهسويه كده بالمعلقة وهحط برضو في الطبق التاني نفس الحكاية برضو، هحطه كده عشان يتوزع معايا كويس بالظبط كده. وبرضو هسويه بالمعلقة. هحط بقى المانجا الكمية اللي انت حباها، حابة تكتري حابة تقللي براحتك، ويفضل مانجا نعومي او زبدية عشان ما تبقاش مشعرة معايا، بس برضو اي مانجا هتنفع عادي، بس انا بتكلم عشان ما تبقاش مشعرة بس تضايقني في الاكل. تقدري ان انت تقطعيها كده مكعبات من غير ما تضايقك. وهحط طبقة تاني من الكنافة بالطريقة دي كده. انت لسه ما عملتليش الاشتراك؟ يا خبر ابيض، كده هزعل. ما عملتليش اللايك؟ يا خبر ابيض، كده هزعل. ما حطيتليش كومنت يفرحني؟ يا خبر ابيض، كده هزعل. عايزه تزعلي ماما نانا؟ يلا يلا عشان اديكي طبق. احط كده واسوي الكنافه بتاعتي كويس، وبقى عشان يبقى شكل جمالي حلو كده هجيب الكريم شانتيه واحط قطعه صغننه كده من فوق ومعاها قطعه مانجا. والطبق التاني نفس الحكايه، اكمل بقى كده الاطباق بتاعتي كلها بالطريقه دي كده. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ ها، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل تعملي لي اللايك والاشتراك والكومنت ولا ما تستاهلش؟ وجربيها واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد يا حبيبتي من ايدك هتبقى احلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.